المولودة الجديدة الخوت العزاز قربت دير رجيلات وتخرج خبز في الفرن مع الأم ديالها. والسيدة ما بقى نفاس، ما بقى نعاس، ولدت وكملت وسالت ودارت الربعين وبغات تعدى الربعين، والبنيته مسكينه مازالة بلا سنه، بلا ذبيحه، بلا سميه، بلا حتى شي حاجه. ايوا ليني بنيتي ما عندنا ما نديرو لك حنا، ادنوبك على باك. نفيسه خرجت تخبز وتحمي الفرنه، شمرت على دراعها وبغات دير زعما حداقتها وتخدم على المحتوى ديالها. وليني الخوت العزاز ديك البنيته الصراحه انا عزت عليا داك البيبي الجديد اللي تزاد عند خونا في الله، واللي ما عطاه قيمه، واللي خلى هاد الاسبوع ديالو يطول هاد الوقت هذا كامل وما عنده حتى شي مشكل. ما هي البنيته مريضه، ما هي الام مريضه، ما هي حتى شي حاجه. الخوت العزاز انا كنستغرب لهاد الناس هادو اللي ما بقاش عندهم مع الدين وما عندهم لا مع السنه ولا مع حتى شي حاجه. انا ما فهمتش. الناس في الخارج وكيسميو في الوقت، الناس عندهم الموت وكيسميو في الوقت، الناس عندهم اي ظرف وكيسميو في داك الوقت. الاسبوع الاول ولا الاسبوع الثاني، هذه مسكينه مازال طالعه في شهرين ومازال الاضحيه ديال السميه ما طحاتش. عمر هذا الشيء الخوت العزاز ما شفناه. نفيسه كملت نفاسها وسالات وخرجت طيب الخوت في الفرنه. ولكن الخوت العزاز مع الاسف ادنوا بديك البنيته على باها. المهم الخوت العزاز نايضه واحد ضجه كبيره، وكيقولوا بان وصال دارت واحد الفضيحه، واحد الشوهه في بني احمد. ما كايناش الخوت العزاز، تسمعيها وتسدي ودنيك، لان الخوت العزاز ما يمكنش وحده بحالها كقناه اللي كتقدم المحتوى الجبلي وتخرج بديك الطريقه وبديك الخرجه بحال هكاك وهي كتهز. اما واحد بناتها قال لك الخوت العزاز اللي داروا الفضيحه في التيك توك واش طيح. فالخوت العزاز فضيحه من العيار الثقيل، فضيحه من العيار الثقيل ديال وصال بناتها اللي كتمثل المحتوى الجبلي. المهم نعطيو التحيه ونكملوا الفيديو لان بزاف ما يتقال الخوت العزاز. تحيه لكم كبيره، كنتمنى انكم تكونوا بخير وعلى خير، ويلقاكم هذا الفيديو في تمام الصحه بسمه الخواتات المحبيات ديال وصال، متابعين وصال وعلي. اللي خدتكم اللي ما كتبغيوش الحقره، ما كتبغيوش ما عندكمش مع مسخط الوالدين، ما عندكمش نكاري الخير، فلهذا كنقول لكم حطوا البصيمات، تعاونوا الفيديوهات باش يطلعوا باش يوصلوا على اصحاب الشأن الخوت العزاز اللي كيخرجوا فضايح من روسهم وخرجوا اقاويل من روسهم ويخرجوا محتويات من روسهم. المهم الخوت العزاز تحيه لكم كبيره من القلب للقلب. الناس اللي كتبعنا الله يتبع لكم الخير ويعطينا ويعطيكم جنة الفردوس ويعطينا ويعطيكم حسن الخاتمه. المهم الخوت العزاز كيف ما كتشوفوا ان وصال البارح درت لنا واحد ستوري في الانستغرام واللي حطاتو كدير هي ومروه الرياضه ودايره الكيطمه ودايره السبور. واش هادشي الخوت العزاز هادشي حشومه؟ واش هادشي عيب؟ هذا قال لك سيدي كتنقز بديك الطريقه بحال كتشطح، بحال كتنقز، يعني ملي كتنقز بحال كتشطح. وقال لك سيدي وصورها راجلها وحطها. واش هذا هو المحتوى قال لك الجبلي كتقدم الناس؟ واش هذه هي المراه الجبليه؟ اش من محتوى كتقدم؟ قال لك تسالات لهم وحفات لهم، لان اصلا ما بقى عندهم ما يدار، ما بقى عندهم ما يتحط. تلفوا مساكن ولاو غير كيرونوا ويرقعوا يحطوا لا هي ولا عالي. الخوت العزاز هادشي اللي كيتقال، وخصوصا البنات ديالهم ضربوا في الاعراض ديال مروه وضربوا في الاعراض ديال مريم. قال لك سيدي ولاو كيشطحوا ولاو كيخرجوا على يعني ولا الطريق. اخوتي العزازيه قال لك ولاو كيخرجوا على الطريق ولاو كيشطحوا دايرين تيك توك. وداك الولد مسكين مكرفص ما خلاو ما قالوا على بنات وصال وعلي، وكذلك محمد علي حتى هو مسكين كلا وعطاوه والعطى الله. المهم الخوت العزاز غادي نجاوب صحاب اللي قال لك هذا هو المحتوى الجبلي، واش هذه هي القناه الجبليه، وقال لك شوهت بصحاب الدوار وفضحتهم. انا غادي نجاوبكم ونقول لكم باللي ان غير هنا وصال جاوبت في واحد الفيديو، وواحد المره عاوتاني جاوب عالي في واحد الفيديو، واللي قال لكم اودي حنا راه القناه ديالنا اللي كتكلموا على المحتوى الجبلي وهذا حنا قال لك قناتنا ترفيهيه ومتنوعه وماشي مخصصه غير بالقناه غير بالمحتوى الجبلي، لان اصلا هما كانوا في المدينه وجاو للباديه لبني احمد غير على حسب الطبيعه وعلى حسب الشجر وعلى حسب التواسع وعلى حسب التصوير. جاو لتما عاشوا تما
يكملوا الحياه ديالهم تما، ومازال ما غاديش يستقروا تما، مازال يقدر يمشيو شي بلاصه اخرى او يمشيو لمارسيل يكملوا ولا الخارج ولا ما عرفتش. المهم هنا كنقول لكم باللي ان راه عالي ووصال مرارا وتكرارا قالوا لكم حنا المحتوى ديالنا ترفيهي متنوع، فيه الفلوقات، فيه الطياب، فيه الا جيتي من الطياب تبارك الله على وصال ما كتسكت كتسكت ختنا في الله، ما كتخليها فين تهضر، ما كتخلي فيها الدور. السيده مسكينه ما عندهاش مع طياب، راه ما بينها وبين الطياب غير الخير والاحسان. كتجيو تعايبوا لكم وصال، لكم وصال والشافه ديالكم وصال اللي تبارك الله كنستافدوا منها وكناخذوا منها وكنجربوا الوصفات يعني كنطبقوا الوصفات ديالها وكيصدقوا لنا. دارت لكم فقصه، وعلاش حنا نشكروا وصال وعلاش حنا نقولوا كنجربوا الوصفات ديالها وعلاش حنا نقولوا بان وصال شاف، فعلا شاف بمعنى الكلمه. فهما راه ما كيخصوش المحتوى ديالهم غير الجبل فقط، لا هما كيمشيو شي مرات في الصيف كامل كيدوزوه في مارتيل وكيصوروا الفلوقات والبحار والمساريه والدوران. وكذلك حتى ختنا في الله راه ماشي كتبقى في المحتوى الجبلي، راه المحتوى الجبلي راه بزاف لا على وصال باش نجيكم من الاخر ولا على ختنا في الله. المحتوى الجبلي باش يتبصم كيتبصم بالمراه اللي كتكون ديما دايره الطربوش الجبلي وكدير حتى هذاك المنديل الجبلي وكتهز الحزمه على ظهرها ديال العواد وكتمشي تحطب وكتسقي يعني وكتحش وكتعلف وكتعطي البقر وكتحلب البقر. هادشي اللي كنعرفو حنا على المرأة الجبلية، لا غير. هادشي اللي كنعرفو، كتسقي كتمشي للخلا كتخرج. فاختنا لا في الله شفناها كتهز مره دوك السطيلات ودوك التخربيقات الفطور وتمشي تلحق بالخدامه وتقول لك حقا ما حقا هذه هي المراه الجبليه وكتجي تمثل على عباد الله. اما بالنسبه للوصال، الوصال مره في الزيتون كتمشي كتقول لي عروبيه، كتمشي كتعاونهم وتصور داكشي اللي كتب الله. وكذلك حتى اختنا في الله، ويعني ما كتقول لكمش انا مراه جبليه ولا مراه القرويه ولا انا مراه. راه المراه الجبليه القرويه خصها تكون دايره الدجاج والغلام والبقري والحمير والبهايم. المهم يكون عندها الحواله الشياه، تكون يعني تكون كتربي الحيوانات وتكون معايشه معهم، ماشي ندير واحد جوج في الليليسات ولا دجيجات في بيتو ونقول حقا انا المراه الجبليه كيف ما كان داير خونا في الله واختنا في الله. فلهذا كنقول لكم راه عالي قال لكم مرارا وتكرارا انا وصال حنا دايرين محتوى متنوع يعني ترفيهي، كنحكوا كنلعبوا كنتساروا كنطيبوا كنمشيو العائلات، يعني هذا هو المحتوى ديالهم. وبالنسبه لبنات وصال فكنقول لكم دائما يعني الاطفال خط احمر، او نقولوا البنات اللي ما واصلين سن الرشد بحال مريم ما وصلتش 18 العام وتجي تنتقديها نتيا على المراهقه ديالها ولا على اللبس ديالها ولا راه كتشطح ولا راه كدير، وهي حره عندها باها وامها اللي كيحكموا فيها. فهاد العالم الاحمر كله ولا مبلي بالشطيح والرديح والتيك توك والفيديوهات والموسيقى وكل شيء ولا كيشطح ويردح. هادو هما بنات اليوم، وهذا هو الزمن ديال هذا الوقت هذا. فالانسان يطلب الصحه والسلامه. ما عند بالكم نتوما صافي راه بنادم كيدير الحجاب، كيقول لك واحد المثال الخوت العزاز، ماشي بقات انني دايره بنتي الحجاب ولا على بنت خونا في الله ودار الحجاب وكتلبس داكشي مستور صافي راه قطعت الوادور نشفوا رجليها. لا، راه كيقول لك واحد المثال دوز على الواد الهرهوري وما تدوش على الواد السكوتي. اويلكم بنادم اللي ساكت وساقر ومنين غايجي الفجر فغادي يصدمك، ولكن بنادم اللي كيكون الخوت العزاز اللي في قلبه على لسانه واللي كاين عنده لداخل كيبين ويخرجوا على برا، فالخوت العزاز هذاك ما كنخافوش منه. فلهذا حنا بنات وصال خط احمر وبنات اختنا في الله خط احمر، فديروا الخير في راسكم، لان بزاف الا بغينا ننتقدوا اختنا في الله وبناتها بزاف باش ننتقدوهم، لان البنت مسكينه ما كتقراش، تحرمت من القرايه، مسكينه ديما مدموره ديما. الخوت العزاز شوفوا البنات خليهم علينا الاتقار لانهم في سن المراهقه، واللي ما عندوش البنات اللي ما عندوش البنات عنده راسه، ما يبقاش يتقلد، لان اليوم عليا وغدا عليك والسمطه كدور. فلهذا انسان. اما بالنسبه للخوت العزاز الوصال اللي كدير الرياضه وكتنقز،
فسعداتها وتبارك الله عليها وبرافو عليها. بعداتي دارت الحماس في راسها وكتخدم الصحه ديالها وكتحاول انها تحرق السكريات باش تنقص واحد المقدار من الوزن. انا براسي اللي كتشوفوا فيا كندير سبور ونقصت 7 كيلو. حتى انا عندي واحد الاله تقريبا بحال ديال علي وصال في الدار، شريتها ما كنمشي لا لاصال لا والو، وكندير فيها السبور ونقصت الحمد لله بالمجهودات ديالي، ومسيره موفقه لوصال وتبارك الله عليها.